السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أول فيديو أطلع فيها معاكم وأتكلم عن المشكلة دي. أنا من 4 سنين بالظبط حصل لي عمى في عيني الشمال تماما. يعني كنت بشوف بيها بنسبة 5%، كانت القرنية منتهية بنسبة 95%، وده بسبب اللينسز. أنا قعدت حوالي 12 سنة ألبس اللينس، ما حصليش أي مشكلة غير مجرد التهابات بسيطة وبحط لها قطرات والموضوع خلص. لكن طبعا انا في غلطة عملتها كلفتني كتير جدا، كلفتني تعب نفسي وتعب جسدي وفترة طويلة، يعني 4 سنين مش فترة قليلة ابدا. يعني المشكلة بدأت من ان انا في يوم كانت عينيا وجعاني وكنت بره البيت، فانا طبيعي كان المفروض اغسلها محلول ملحي او اي محلول واحطها في عيني تاني. انا كنت بره مستعجلة فغسلتها بالمية، ودي كانت المصيبة الكبرى. عينيا حصل فيها التهاب شديد جدا جدا. بروح لدكاترة، مفيش حد عارف هو ده ايه، يدوني قطرات علاج، مفيش فايدة، مفيش حاجة بتتحسن، عينيا بتسوء. آه، الواحد لما يفتكر الأحداث دي بيتعب والله، كانت معاناة يعني. ف... فعينيا كانت عمالة تسوء تسوء تسوء، لدرجة في يوم أنا صحيت مش شايفة بعيني خالص، كانت عين واحدة، عيني الشمال. أنا اترعبت وقمت جريت على المستشفى. قالوا لي انتي القرنية بتاعتك منتهية، وده حصل في يوم، يعني يوم واحد حصل التدهور الشديد ده حصل فيه. قالوا لي انتي القرنية بتاعتك منتهية وانتي لازم تعملي عمليات ونشيل. قعدنا بقى قعدوا يشيلوا فيه طبقة كده، هو زي اسمها أكانسا أميبا، ده اللي جالي من المية عشان غسلتها بالمية. الأكانسا أميبا دي كلت القرنية، بتاكل في القرنية. قالت لي قعدوا يشيلوا الأكانسا الأميبا، بتنتشر أسرع لحد ما العين تماما يعني خلاص. نزلت مصر، طبعا هما ما كانوش فاهمين الحالة، ان الكانسر أميبا مش كتير بتيجي. نزلت مصر، عملت عمليات كتيرة. من الغرامة خلاص، وشيران هيعملوا لها توصيل خاص لحد الطيارة إن شاء الله. يعني ما جاتش ناجحة. وبعدين القرنية خلاص انتهت، فروحت عملت زراعة قرنية. طبعا انا بشوف دلوقتي الحمد لله، انا وصلت لدرجة ان انا عينيا راحت خالص شمال، راحت خالص. يعني كان في حول تماما عينيا دي. انا بشوف ناس كتيرة عينيها للاسف رايحة الجهة دي خالص، حول وحشي بيسموه. كانت وصلت لكده. يا جماعة النهاردة هعمل عملية في عيني زي ما انتم شايفين الشمال، وإن شاء الله تعدي على خير. وانا كنت بشوف نفسي في المراية حقيقي، يعني بتحسر يعني، لدرجة ان انا ممكن اروح اشتري لبس وبص نفسي في المراية مبقاش عايزة اجيبه وامشي وارجع خلاص. يعني انا بجيب ليه؟ ده ايه؟ ده اللي انا فيه ده ايه؟ طبعا قعدت ادعي ربنا كتير، ده غير الوجع. طبعا الوجع مش هحكي فيه، ده الوجع ده يعني كان لا يوصف. يعني انا قعدت 4 شهور عينيا بتوجعني وبتعذب ومش عارفه انام. بنام كده على وشي عشان الالم يروح، بنام عليها عشان الالم يبطل. كنت باخد مسكنات، ماشيه على مسكنات. كنت عايشه في اوضه ضلمه لمده 4 شهور. الواحد لما افتكر الحاجات دي مش بيصدق انه خلص منها. يا جماعة دلوقتي أنا هشيل اللزقة دي أول مرة بعد العملية، ويا رب خير. 4 شهور مش قادرة. طبعا عندي حساسية من الضوء شديدة، يعني حتى لو لمبة سهاري، حتى لو حاجة، ضوء الموبايل مش قادرة، بيعصر لي عيني، بيعصرني ألم. الحمد لله. فجيت بقى عملت تركيع قرنية بعديها. الحمد لله بقيت اشوف بنسبة 35%، الحمد لله. بس الحمد لله طبعا انا بقى منظري طبيعي وبشوف بيها، يعني انا بقدر اشوف بيها بنسبة 30% 35% في الرينج ده. أنا شكلي عادي ولا مضروبة؟ طبعا
طبعا انا بتكلم عن العدسات، انا طبعا جالي فوبيا منها خلاص. العدسات دي كانت حاجة حصلت لي رهيبة في حياتي. 4 سنين فترة مش قليلة. كويسة كده، شايفة 20%، بس حاسة أحسن من الأول. شوية بدأت عيني تتحسن شوية لحد ما وصلنا لأكتر حاجة ممكنة، هي 35% بقدر أشوف بيها. الحمد لله. هي كانت تجربة قاسية. أنا حبيت أطلع أقول لكم الكلام ده عشان أحذر من اللينسز، وأحذر من الإهمال فيها. لو احنا مضطرين جدا، نظرنا سالب 12 سالب 10، شكلنا وحش جدا بالنضارة، عدساتنا تخينة جدا، لكن لو عياقة أو في ناس بتلبسها ملونة أو الحاجات دي، طبعا أنا منصحش بيها خالص، لأن دي ممكن تدمر عينيك ومستقبلك. العين دي يعني مفيش بعدها يعني. اللي مضطر يلبس العدسات لان هو نظره ضعيف جدا 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 وميقدرش يمشي بالعدسه التخينه بتاعه النضاره، يلبس العدسات ويهتم بالنظافه جدا، يهتم بالماركه بتاعتها، يهتم يغير لها المحلول كل يوم، يهتم بمحلول الملح جدا بعد كل لبسه، تغسليها بمحلول الملح الاول، بعد كده تحطيها في المحلول بتاعها تغيريه على طول. الاهمال بيكلف كتير، مش بس فلوس، بيكلم صحه، بيكلف تعب نفسي وتعب جسدي. فالحمد لله على كل حال. دي تجربة أنا بقالي كتير كان نفسي أتكلم فيها، أوعي الناس، بس مش قادرة الصراحة أتكلم فيها لحد ما عينيا تبقى كويسة. الحمد لله يا رب على اللي أنا فيه. والدرس ده علمني صبر يعني، صبر وإيمان. أنا ما كنتش، لو كان حصل لي إيه في حياتي، ما كنتش هيبقى عندي الصبر وعندي الإيمان ده إلا بالموقف ده. ربنا أحيانا بيحطنا في مواقف صعبة علشان يختبر إيماننا ويختبر صبرنا، ويمكن عشان يهيئنا لحاجات تانية في حياتنا. الإيمان والصبر ده هو اللي نجيني. الصبر 4 سنين نجيني الحمد لله، والإيمان بربنا، وإن مفيش ملجأ إلا لربنا. أنا في وسط الأزمة وفي وسط الفترة اللي كنت قاعدة فيها في الأوضة لوحدي في الضلمة، أنا كنت بناجي ربنا وكنت بدعي ربنا كتير يعني. كنت في فترة ما انكرش إن أنا يئست فيها. لما عينيا راحت خالص ومش شايفة بيها، والوجع والألم الرهيب ده بيخلي أي بني آدم يعني خلاص يعني. لكن أنا لجأت لربنا وسمعت الشعراوي، الشيخ الشعراوي الله يرحمه، سمعته كتير، وهو اللي طمني وهو اللي هداني. حتى والله أنا كنت بقول يا رب أنا راضية إن عينيا تروح، أنا راضية، أنا راضية، بس الألم يروح يعني، الألم يروح، لكن يعني الحمد لله. الحمد لله ربنا رضاني، الحمد لله إني بقيت أشوف بيها، الحمد لله على نعمة الصحة كلها اللي احنا مش حاسين بيها دي. الحمد لله على كل حاجة حصلت لنا، والحمد لله ان انا قدرت اطلع. ما كنتش متخيلة ممكن اطلع في فيديو زي كده اقول تجربتي واقول اللي حصل لي، واطلع واقول الحمد لله ربنا شفاني بنسبة كبيرة. الحمد لله على كل حال. وشكرا ليكم، خدوا بالكم من صحتكم، خدوا بالكم من نفسكم، وقربوا من ربنا. مع السلامة. من هنا بعد أسبوع بالظبط من عمل العملية بنشوف الأمور بقت ماشية ازاي. الحمد لله يعني، هي في احمرار بس الشوفان بنسبة 30%. الحمد لله، عينيا شكلها طبيعي. الحمد لله.